عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم دايما بالخير. من اول رمضان ما قدرتش اعمل لكم فيديو، بس قلت لازم اعمل لكم الفيديو ده. حاجات كنت طالباها للصيف، مش حاجات خاصة برمضان. بس قبل ما ابدا الفيديو، اللي لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتختاري اول علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله. ويلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما ابدا الفيديو، عشان عارفه انكم هتسالوني عن العبايه دي، انا كنت جايباها من شي ان السنه اللي فاتت، فاعتقد انها خلصت. نبدا باول قطعه. اول قطعه يا جماعه البنطلون الجينز التحفه ده. بصوا، انا كنت عايزه حاجه كده تكون لايت ووش وتكون وايد ليج طبعا، لان انتوا عارفين السليم خلاص، يعني موضه السليم راحت من زمان. يا ريت محدش يلبس بنطلونات سليم خالص. كل اللي طالع الوايد ليج، وطبعا الباراشوت بانس والكارجو بانس طبعا دول اساسي السنه دي. انا جايبه جبت وايد ليج، وفي اللي هو الفتحه اللي بتبقى من الجنب، ودي من السنه اللي فاتت او اللي قبلها. بس في حاجه مختلفه، انا اصلا ما كنتش واخده بالي يا جماعه لما طلبت البنطلون. انا كنت شايفه بس ان هو فيه فتحه وعجبني بس اللون وان هو وايد ليج، بس اكتشفت ان هو فيه هنا حلقه معدن مديه شكل كده مختلف اكتر، فعجبني قوي. وطبعا انتوا عارفين الجينز بتاع شي ان انا بحبه جدا جدا، لان هو بصراحه بيبقى طري وخفيف في الصيف، حلو قوي مريح قوي في الصيف، فبحبه جدا اكتر من اي براند تاني. بس انا حاسه كده شكل الوسط يعني شكله صغير، مش عارفه، الله اعلم. انا هقيسه وهتشوفوني دلوقتي في الفيديو لابساه وربنا يستر. وادي يا جماعه شكل البنطلون الجينز، تحفه جدا جدا جدا. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا شكل بصوا الحلقة المعدن دي عاملة برضو شكل كده مختلف. عجبني قوي قوي. بس مشكلة ان الوسط بتاعه يعني يدوب بالظبط قافل بالعافية، يعني لازم البس عليه حاجة طويلة. يعني مش هينفع ادخل ابدا التيشيرت من جوه او اي حاجة من جوه، لازم يبقى من بره، لان الجزء ده ضيق جدا. فانصحكم ان انتوا تجيبوا اكبر من مقاسكم. وهو طبعا كان مكتوب، بس انا للاسف ما اخدتش بالي، كان مكتوب في ريفيوهات ان هو الوسط بتاعه صغير، وان الناس كلها بتقول ان هو صغير ونجيب اكبر من مقاسنا، بس ما اخدتش بالي. بس هو شكله تحفة تحفة، عجبني جدا جدا جدا. القطعة اللي بعد كده من موتيف، وانا طبعا يا جماعة بعشق موتيف جدا. طبعا هو اسعاره بتبقى عالية، بس بصراحة بتبقى حاجته شيك جدا وراقية جدا، الماتيريال بتاعتها حلوة قوي. انا كنت طالبة البليزر ده، هو كروب بليزر. الحاجات الكروب طالعة موضة جدا السنة دي. لما دخلت المحلات لقيت كله طالع، كل الحاجات كروب، البلوزات البليزرز، فهي طالعة موضة قوي. بصوا يا جماعة، طبعا الاسود دي حاجه بيزك، يعني اللي هي هتلبس على كل حاجه. الماتيريال بتاعته شيك قوي قوي. بصوا عامله ازاي، ماتيريال حلوه جدا، بس للاسف هو طلع مبطن. هو طبعا مبطن، يعني ده معناه ان هو شيك وغالي، يعني دي حاجه كويسه. بس هو للاسف علشان هيبقى في الصيف، فالصيف يعني مش بيبقى متحمل ان انا البس حاجات كمان مبطنه. التبطينه دي حاسه انها هتخليه تقيل شويه في اللبس، بس طبعا هو شيك جدا جدا جدا. الماتيريال بتاعته حلوه قوي، زي ما انتم شايفين الاسود بتاعه حلو قوي. من هنا زرار واحد كده قماش اسود، هنا نفس قماش البليزر. كمان في بروش، وده عجبني قوي يا جماعه وانا بطلبه، حاسه ان ده هيخلي شكله شيك قوي. بصوا نشيل مع بعض الورقه. بصوا البروش ده، بصوا شكله فيه كده لولي، شكله شيك قوي. يعني حاسه ان هو كده حاجه يعني سمارت كاجوال، ينفع برضو تكون حاجه فورمال، يبقى شكله حلو قوي. وده كان مقاس سمول. واو بجد تحفه جدا، كل حاجه فيه حلوه جدا. بصوا عجبني قوي الموديل بتاعه، مقاسه مظبوط جدا. واو عجبني قوي قوي. حاسه قد ايه هو شيك وفخم. يعني حاجات موتيف طبعا مميزة جدا، ومعروف قد ايه هي بتبقى الحاجة بتاعتهم
الفينيشنج بتاعها حلو جدا، كل حاجة فيها مميزة، الماتيريال حلوة جدا. وكده وانا قافلة الزرار شكله تحفة قوي. شايفين يا جماعة باين عندكم شكله عامل ازاي؟ بصوا طبعا البروش ده خطير، يعني بيديه شياكة مش طبيعية، حلوة قوي. القطعة اللي بعد كده هي عبارة عن توب كات من غير كم. طبعا الحاجات دي في الصيف بتبقى حلوة جدا. انا كنت قصدا ان انا كنت عايزة اللون البيج ده عشان هو لون بيزك قوي، الماتيريال بتاعته طرية خفيفة، هتبقى حلوة قوي في الصيف. بصوا الموديل بتاعه من فوق يا جماعة عامل ازاي، شكله شيك قوي قوي. بصوا هنا في كسرات ازاي على الرقبة، ونازل كده بليتد. كان سعره حلو جدا، فبصراحة حاجة لقطة قوي ان هو سعره كان قليل قوي، وفي نفس الوقت هو حاجة بيزك هستخدمها على حاجات كتير قوي، وهلبسه على حاجات كتير قوي. السايز بتاعه اكس سمول. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لي فولو على الانستجرام عشان تشوفوا ازاي بعمل ستايلنج لكل القطع دي وقطع تانية كتير. ده كده يا جماعة بعد ما لبست التوب البيج، حلو قوي قوي وشيك قوي. بصوا في كسرات كده من فوق مدية شياكة قوي للتوب، مش بلين كده او سادة. اللون بتاعه طبعا بيزك زي ما انتم شايفين، لايق جدا مع البليزر اللي انا لابساه، لايقين على بعض جدا، شكله شيك قوي، حلو قوي قوي. الماتيريال بتاعته حلوة قوي، السايز بتاعه مظبوط. واخر قطعة الشوز التحفة دي يا جماعة، حاجة كلاسيك وأساسية جدا 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 في دولاب أي واحدة فينا. اللون ده، اللون طبعا البيج من الألوان الأساسية قوي قوي. الكعب بتاعها بصوا حلو قوي، مش عالي وفي نفس الوقت رفيع، فمدي الشكل الفيمينين، يخلي الاوتفيت بتاعك شكلك كلاسي وشيك قوي. فعجبتني قوي قوي يا جماعة. ده الموديل بتاعها اهو، شكلها كده من ورا. طلبت سايز اكبر نمرة من مقاسي. هي من جوه كده فيها فرش، فتحسي انها مريحة من جوه. هتلاقوني لابساها كتير قوي قوي علشان هي حاجة بيزك واساسية قوي، وهتليق على كل حاجة. بصوا الشيك عاملة ازاي، شكلها في اللبس تحفة قوي وشيك. واللون بتاعها طبعا اللون ده يعني يليق على كل حاجة. اهي شكلها بصوا، فشكلها حاسة انها حاجة يعني بصوا حاجة اساسية جدا، و من الحاجات الكلاسيك اللي لازم تكون موجودة عندك في الدولاب. وبعد ما قستها يا جماعة المقاس بتاعها طلع كبير، ودي اول مرة اطلب شوز من شي ان وتطلع كبيرة عليا، يطلع المقاس كبير. هو نفس المقاس اللي بطلبه كل مرة، بس المرة دي طلعت واسعة عليا، مع ان هو مكتوب في الريفيوز تقريبا ان انا اجيب نفس مقاسي، بس انا بخاف فبطلب دايما نمرة اكبر. بس طلعت واسعة شوية. وبس كده يا حلوين نكون وصلنا لنهاية الفيديو. فيديو مش طويل وحاجات مش كتيرة عشان ما تملوش. وما تنسوش تعملوا اللايك يا جماعة للفيديو عشان تدعموا القناة والفيديو يوصل لأكتر عدد من الناس. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. هسيب لكم لينكات في صندوق الوصف، هسيب لكم اكيد لينكات القطع برضو في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. Closed doors, I'm a fool for your love.